15% بس من اللي بيشوفوا الفيديو ده هم اللي هيقدروا يكملوه للآخر. خليني أسألك سؤال بس أجاوب عليا بصراحة. لو أنا عايز أعرف مستقبلك بعد 10 سنين من دلوقتي، تفتكر هسألك عن أحلامك ولا خططك ولا حتى ظروفك؟ أنا هسألك سؤال واحد بس، أنت شايف نفسك مين؟ في علم النفس في مبدأ بيقول الإنسان بيتصرف على حسب الصورة اللي راسمها لنفسه، مش على حسب اللي هو عاوزه. يعني ممكن تكون عايز تنجح بس شايف نفسك فاشل، عايز تلتزم بس شايف نفسك كسلان، واللي بيكسب في الآخر مش رغبتك، هي هويتك. وتخيل معايا 2 عندهم 20 سنة، نفس الذكاء والظروف والبلد، اللي يخلي إن بعد 10 سنين واحد يبقى ناجح وحياته مستقرة ومرتاح البال، وواحد تايه ومضغوط ومش فاهم هو وصل لهنا إزاي. مش مين كان أذكى، بس مين كانت عاداته أقوى. عشان حياتك في الأصل مش نتيجة لقرارات كبيرة، حياتك نتيجة لحاجات صغيرة بتكررها كل يوم. والحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها إن العشرينات مش فترة بتعديها، العشرينات هي اللي بتحدد بقية حياتك شكلها عامل إزاي. ببساطة العادات اللي بتعملها النهاردة هي اللي بتحدد بكرة بتاعك عامل إزاي. وفي الحلقة دي إحنا مش هنتكلم عن نصايح عامة، إحنا هنتكلم عن 7 حاجات لو عملتهم في العشرينات هتختصر حرفيا على نفسك سنين من التخبيط وتبني حياة أغلب الناس بتوصل لها متأخر إن وصلوا لها أصلا. أنا دكتور منعم وأنت بتسمع حلقة جديدة من بودكاست عقلية، البودكاست اللي هدفه الاستثمار في عقليتك في كل جوانب الحياة. الحاجة الوحيدة اللي هتساعدنا إن المحتوى ده يفضل يجيلك بشكل مجاني إنك تشترك في القناة وتساعدنا نوصل ل 500 ألف مشترك قبل نهاية السنة. قبل ما تكمل الحلقة تقدر دلوقتي تشتري نوت بوك عقلية، ودي مش زي أي نوت بوك أنت شفتها قبل كده. النوت بوك دي حرفيا ممكن تغير حياتك 180 درجة في مختلف جوانب الحياة. هي ميكس ما بين كتاب ونوت بوك، ومقسمة من جوه ل6 أقسام: الجانب الديني، الهوية، العلاقات، الفلوس، الصحة والطاقة، الانضباط والالتزام. وكل جانب فيهم بيأثر على حياتك بشكل مباشر. ولأن الدراسات اللي اتعملت على آلاف البشر بتقول الإنسان مش بيتغير بقرار مفاجئ، لكن بتغييرات صغيرة بتتكرر كل يوم. فهدفنا في كل جانب اننا نطور عقليتك فيه، تتعلم ليه مهم وازاي تكتسب، ونضيف لك خطوه واحده بس كل يوم. والجميل انه كالعاده كل معلومه متقاله من مصادر علميه موثوقه، بس انت مش هتقرا بس، انت هتطبق وتلاحظ وتغير، عشان هي متقسمه من جوه بحيث تنظم لك يومك وتنظم لك مهامك بالتفصيل وعاداتك، وكمان تسيب لك مساحه تدوير تنطلق فيها. وافتكر عاداتك اللي بتعملها النهارده هي اللي بتحدد بكره بتاعك عامل ازاي. وكل تفصيله في النوت بوك مصممه لده. انت مش بس بتستثمر في عقليتك، انت بتستثمر في جوده الحياه اللي انت حابب تعيشها. تقدر دلوقتي تطلب النوت بوك من الرابط اللي موجود في الوصف، وما تفوتش الخصم الكبير اللي عليها. خلينا نبدأ معاك بحقيقة مثبتة علميا. الأبحاث في علم الأعصاب بتقول إن القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضبط النفس والتخطيط بتستمر في التطور لحد نص العشرينات. وده معناه إن العشرينات مش مرحلة عمرية، ده مرحلة بيتم فيها التشكيلات النهائية لشخصيتك وسلوكك. وفي كتاب The Defining Decade بتاع دكتور ميج، واللي كان مبني على أبحاث علمية موثوقة، بيقول إنه تم التأكيد إن القرارات والعادات في العشرينات لها تأثير طويل المدى على السلام النفسي وعلى النجاح المهني وعلى العلاقات الإنسانية. يعني ببساطة اللي بتعمله كل يوم في الفترة دي مش بيأثر عليك دلوقتي بس، ده بيحدد نسخة مستقرة منك في المستقبل. ومن هنا بتيجي أهمية ال7 حاجات اللي احنا هنتكلم عنهم. وأول عادة فيهم وأخطرهم على الإطلاق إعادة تعريف هويتك. في علم النفس السلوكي في قاعدة مهمة بتقول إن السلوك المستمر لا يبنى على النوايا بل يبنى على الهوية. مشكلتنا دايما إن احنا بنحاول نغير الأفعال، أذاكر، أتمرن، من غير ما أغير النموذج الأصلي والأساسي. أنا مين أصلا ورا ده؟ والتعريف العلمي الدقيق لإعادة تعريف الهوية هي إعادة بناء التمثيل المعرفي للذات. يعني السلوك المرغوب فيه اللي أنت عايز تعمله يبقى متسق مع صورتك الذهنية عن نفسك. ودي واحدة من أقوى الحاجات اللي هتبني عندك دافع مستمر طول حياتك بعد كده. لو أنت بتحاول توصل لنسخة أفضل من نفسك أو تكتسب عادات معينة، هتخلي السلوك يبقى متسق مع حاجة أصلية وأساسية أنت عايش بيها وشايفها كل يوم قبل ما السلوك ده يتغير. لأن الهوية المستقرة هي أهم عامل في ثبات السلوك. في دراسة قديمة شويتين اتنشرت عن نظرة الإنسان لنفسه، جابوا مجموعة من الناس وكانوا بيلاحظوا سلوكهم. والمجموعة دي كانت عبارة عن مجموعة من الطلبة الجامعيين حطوهم في مهام ما بين دراسة وما بين مهام مملة وما بين مهام ممتعة. والمشاركين كان بيطلب منهم إنهم يعملوا سلوك معين، وبعدين بيتم سؤالهم عن مواقفهم أو هويتهم
مواقفهم تجاه السلوك ده، والأفراد استنتجوا مواقفهم من سلوكهم الظاهر، يعني الحاجات اللي عملوها وقت المهام، لدرجة إن لما التجربة اتكررت أكتر من مرة كان تكرار السلوك عامل في تغيير إدراك الذات نفسه، وده اللي هنستخدمه قدام. بس التجربة أثبتت إن السلوك هو انعكاس للهوية بس كمان السلوك ممكن يغير الهوية. يعني لو كل مرة بشكل واعي انت بتذاكر فبتقول لدماغك انا من النوع ده، انا من النوع المنضبط الملتزم الناجح، مع الوقت الكينونة بتاعتك بتتحول لده. واحدة من التجارب كمان اللي اتعملت على مجموعة من الطلبة، فصلوا مجموعتين، مجموعة كان مطلوب منهم انهم يقولوا بصوت عالي هويتهم انهم طلاب ملتزمين او طلاب ناجحين، ويطلب منهم انهم يعملوا مهمة معينة، مقارنة بمجموعة طلاب تانيين يطلب منهم نفس المهمة بدون ما يقولوا هويتهم. والنتيجة كانت زيادة ملحوظة في عدد ساعات المذاكرة وفي الناتج الأكاديمي لمجموعة الطلبة دول. ولما النجاح ما كانش متوافق مع الهوية كان في انخفاض في الجهد. فالناس مش بتسعى لأي هدف وخلاص، الناس بتسعى للأهداف اللي بتحس إنها بتعبر عنهم، وعكس التعبير الداخلي عمره ما هيترجم لسلوك. فمش كفاية تقول أنا شخص عايز أجيب امتياز، لازم تبقى شايف إنك أنت شخص ملتزم بيذاكر بانتظام ومن بعدها يكون عايز يجيب امتياز، يكون سلوك معبر عن هوية أنت عايشها كل يوم. الجميل إن ده بيتم استخدامه لتحويل العادات لهوية. يعني في دراسة طويلة لتكوين العادات اتنشرت سنة 2010 اختاروا حوالي 100 مشارك وخلوهم يعملوا أسلوب صحي كل يوم، ياكلوا أكل صحي، يتمشوا، ويتابعوا العادات دي يوميا. والنتائج إن كانت معظم المشاركين في التجربة بعد حوالي 66 يوم التكرار وصلهم إن العادات الصحية بقت جزء أساسي من هويتهم، لدرجة إنهم بيعملوا حاجات صحية تانية ما كانتش أصلا مطلوبة منهم في التجربة. فتكرار السلوك يرسخ الهوية عبر الزمن، فهي كأنها حلقة مفرغة. السلوك بيخلق إدراك الذات، وإدراك الذات يوجه السلوك، والتناقض بينهم صراع ملوش أي لازمة وغير مجدي على الإطلاق. مهم جدا في فترة العشرينات إنك تعيد تعريف هويتك بدل المحاولات العشوائية اللي مش عارف هي ممكن توصلك لإيه. استثمر في اللي يغير الشخص اللي انت عليه، من شخص بيعمل حاجة صحية لشخص صحي، من شخص بيحاول يذاكر أو يشتغل لشخص في أساسه منضبط. وتقدر توصل لده عن طريق الآتي. أول حاجة، بتبني هوية اسمها هوية تشغيلية، إنك بدل ما تقول بشكل عام كده أنا عايز أبقى منظم، تقول أنا شخص بيذاكر 30 دقيقة كل يوم الصبح، لأن التحديد ده بيسهل جدا الالتزام. تبدأ تقول الهوية بتاعتك بصوت عالي، يعني أنا شخص بيتمرن، أنا شخص ملتزم بالمواعيد، وما يكونش كلام وخلاص. لأن القاعدة الثالثة إنك تبني سلوك يومي يثبت الشخصية اللي أنت عمال تقول عليها، حتى لو فعل صغير كل يوم. كل لما يكون في أدلة متراكمة كل لما يكون في هوية مستقرة. الحاجة الرابعة إنك لما تيجي تغير حاجة سواء بالإيجاب أو بالسلب تسأل نفسك السؤال: هل ده يتسق مع الرؤية اللي أنا شايفها لنفسي، مع الرؤية اللي أنا ماشي بيها حياتي؟ ده هيسهل لدماغك يقبل السلوك الجديد اللي أنت عايز تكتسبه، أو يبطل الحاجات اللي مش عاجباك لأنها أصلا مش متسقة مع رؤيتك لنفسك. والحاجة الخامسة إنك تبني مع نفسك سلسلة استمرارية، مش مهم كمها قد إيه، بس تثبت بيها لنفسك إنك أنت في أساسك شخص ملتزم. ويبقى الهدف لو أنا مثلا هقرأ كل يوم 5 سطور إني عمري ما هكسر هذه العادة، ومع الوقت هتكون أدلة متراكمة، وأدلة متراكمة تساوي هوية مستقرة. الحاجة التانية اللي لازم تستثمر فيها وتكتسبها في فترة العشرينات هي التعرض المتعمد للصعوبة. خلينا أبدأ معاك بحقيقة علمية واضحة: مخك مش بيتطور أما يكون مرتاح، مخك بيتطور أما يكون في تحدي. احنا بطبيعتنا بنهرب من الصعوبة، الغلط، الإحراج، وده مش ضعف. المخ مصمم إنه يوفر طاقة ومجهود ويتذاكى إنه ما يعملش الحاجات اللي متعبة ليه. لكن المفارقة إن نفس النظام اللي بيحاول يريحك ده هو نفسه اللي بيحبسك. فلو فضلت تعمل الحاجات اللي مريحاك هتفضل انت نفس الشخص. لكن اول ما تبدأ تدخل في حاجات صعبة هنا بيبدأ التغيير الحقيقي. واذا كان زي ما قلت من شوية ان التكرار هيخلق عندك هوية ثابتة، فده مش معناه ان التكرار بس هو اللي هيطورك. التطور محتاج يكون في قدر من الصعوبة في المهام اللي انت بتعملها. في دراسة شاملة اتنشرت عام 2016 راجعت مئات من الدراسات اللي اتعملت على مجموعات مختلفة من البشر، موسيقيين ورياضيين وطلاب، وكانوا بيقيسوا الأداء العالي في كل جانب من الجوانب دي. والنتيجة إن التدريب مهم، لكن نوع التدريب هو العامل الفارق.
التدريب اللي بيكون فيه صعوبة وتركيز وتصحيح أخطاء هو ده التدريب اللي بيدفع الأشخاص اللي بيعملوه فعلا لتطور حقيقي. ففي إطار إنك بتبني هوية على جنب، لازم يكون في مجموعة من المهام الصعبة اللي بتتحدى القدرات بتاعتك. مش تحدي عنيف، لكن تحدي أصعب بشوية من قدراتك، يخليك تستنفر كل جهد عندك عشان تحاول تتغلب على الصعوبات اللي بتقابلك. وهنا التطور الحقيقي هيحصل. والأبحاث الحديثة أثبتت إن التعلم السهل نسيانه سهل. يعني طريقة المذاكرة اللي فيها قراءة أو اطلاع بشكل عام على الموضوع نادرا أما بيثبت منها معلومات، في حين إن التعلم الصعب اللي بيكون فيه مجهود وفيه استثارة لأكتر من حاسة هو ده اللي فعلا بيثبت المعلومات في الذاكرة لأطول فترة ممكنة. والمهارة دي مهمة عشان حقيقي المخ بيتغير تحت الضغط. يعني في أبحاث مفصلة عن المرونة العصبية اللي هنفرد لها حلقة بعد كده، بس الأبحاث دي أثبتت حاجة مهمة قوي، إن لما بتتعرض لتحدي كبير المخ بيقوي الروابط العصبية المتعلقة بالتحدي ده، لا وكمان بيخلق مسارات جديدة قوية مرتبطة بنفس المهارة اللي فيها التحدي. وده مش بس بيظهر في السلوك، لكن الروابط دي مع الوقت بتغير في مادة المخ نفسها. فكل مرة انت بتعمل فيها حاجة صعبة، بتتعلم فيها لغة جديدة، بتتعلم رياضة جديدة، كل دي بتحط دماغك في أوضاع مختلفة، بتخلق لها روابط عصبية، ومع الوقت بتغير فعلا في تركيب مخ. ومهم هنا نفهم حاجتين. أول حاجة إن الضغط مش كله وحش. يعني لو في ضغط قليل ده هيساوي ملل، هتستسهل كل المهام اللي انت ماشي فيها، ولو حاجة صعبة جدا ممكن تكسرك. لكن لو ضغط متوسط ده هيوصلك لأفضل أداء تبني فيه وتطور من عقلك مع الوقت، اللي هو الضغط اللي تقول فيه أنا متوتر شوية بس قادر أكمل. أما الحاجة التانية إن التعود على الصعوبة هيساوي مع الوقت قوة نفسية. الأشخاص اللي عدوا في حياتهم بقدر من التحديات بتلاقيهم أكتر مرونة، بيعرفوا يشتغلوا تحت الضغط، القلق عندهم أقل، عشان ببساطة اللي بيهرب دايما من صعوبة هيفضل ضعيف قدامها. فطول عشريناتك مش مفروض خالص انك تهرب من الصعوبات، المفروض تتعلم ازاي تواجهها، بل ازاي كمان تستخدمها لصالحك. وعشان تطبق ده فعليا انت محتاج كم خطوة بسيطة. اول حاجة، في كل مهمة هتشتغل عليها هتسأل نفسك سؤال: هل ده في منطقة التحدي بتاعتي؟ يعني هل ده صعب شوية عليا فكمل فيه، ولا سهل تماما فمش هيطورني؟ 2، لازم يكون تركيزك في الحاجات اللي شغال فيها على نفسك على نقاط ضعفك، مش على اللي بتحبه بس، على الحاجات اللي انت فعلا محتاج تتحسن فيها، لان دي بطريقة ما فيها صعوبة قادرة مع الوقت تطورك. 3، عود نفسك تستخدم طرق تعلم أصعب. يعني تدخل على مهمة وتحاول تطلع فيها قدراتك كلها. لو انت لسه بتذاكر، بدل ما تقرأ وتستسهل المواضيع عشان تقضي الغرض، لا، حاول تبذل مجهود فعلا في المذاكرة. 4، تقبل الإحراج والغباء أو الغلط. يعني في بداية كل حاجة بيكون في الشعور بتاع ان انت مش فاهم أي حاجة، فما تتحركش تسأل أو تبان انك غبي أو انك مش عارف الحاجة دي. دي هي الطريقة اللي هتكسب نفسك مع الوقت ثقة، وهتعلمك فعلا اكتر بكتير من انك مش عايز اواجه ده، مش عايز ابان بالشكل الفلاني، مش عايز ابان غبي في وسط الجروب ده. لا، الجروب ده كله هيفتكرك بعد فترة قليلة، وفي الاخر انت بتخسر كل يوم فرص للتعلم وانك تطور من نفسك. 5، المهم وانت تتعرض للصعوبة تتعرض لها بشكل تدريجي، حاجة بسيطة أصعب أصعب. ده اللي هيخلق الجملة اللي احنا بنسمع عنها resilience. هيبقى عندك من جواك قدرة فعلا على مواجهة الصعوبات. وافتكر، حياتك فعلا مش هتتغير غير لما تبدأ تعمل الحاجات اللي انت تتجنبها. الحاجة الثالثة والمهمة اللي لازم تكتسبها في فترة العشرينات هي التحكم في البيئة. وخليني أبدأ معاك بجملة يمكن تغير من نظرتك لنفسك: إنك مش ضعيف الإرادة، إنك عايش بس في بيئة كلها بتشتغل ضدك. فكر فيها كده، كم مرة قلت أنا عايز أذاكر أو أشتغل على مهمة ولقيت نفسك ينتهي بك المطاف قاعد على التليفون بتسكرول؟ المرة دي هقف في صفك. هل ده لأنك ضعيف، ولا لأن الموبايل جنبك والنوتيفيكيشنز شغالة وكل حاجة حواليك بتشدك وبتحاول تسرق انتباهك؟ والحقيقة إن سلوكك مش بيبدأ بس من جواك، سلوكك بيبدأ من اللي حواليك. في علم النفس السلوكي في مفهوم بيقولوه كده: behavior is context dependent. يعني السلوك متعلق بالسياق بتاع الحياة. يعني نفس الشخص في مكان مختلف هتكون نتيجة مختلفة. وده يمكن يكون حصل لك في البيت، انت قاعد مشتت،
مش عارف تجمع ساعتين 3 مذاكرة على بعض، لكن الوقت اللي بتنزل فيه كوركينج سبيس أو مكتبة بتلاقي نفسك أنجزت وذاكرت أكتر بكتير من الأول، إلا طبعا لو عندك رهاب اجتماعي. واللي اتغير هنا يا صديقي هو بس البيئة. والسؤال المهم، ليه البيئة أقوى من الإرادة؟ ببساطة لأن الإرادة بتتعب، بتخلص مع الوقت، لكن البيئة ثابتة، بتأثر عليك من غير ما تحس، بتشتغل طول الوقت عشان تسرق انتباهك وطاقتك. الإرادة قرار لحظي، النهارده انا عايز اعمل كذا، لكن البيئه للاسف شيء مستمر. في واحده من الدراسات المشهوره اتعملت على الاكل، لقوا ان الناس بتاكل اكتر لما يكون الاكل قدامهم، وبتاكل اقل لما يكون الاكل بعيد عنهم او مش ظاهر، حتى لو مش جعان. فببساطه موبايل قدامك طول الوقت هتستخدمه، طب كتاب قدامك طول الوقت برضه هتستخدمه. واحدة من أخطر الدراسات اللي اتعملت في العصر الحديث على التأثير السلبي للفون، عملوا تجربة على مجموعة من الطلاب، مجموعة الموبايل قدامهم، مجموعة في جيبهم، ومجموعة محطوط في أوضة تانية، وأفضل تركيز كما هو المتوقع، أما الموبايل كان موجود في الأوضة التانية. مجرد وجوده بس بيسرق برضه جزء من انتباهك حتى لو في جيبك. التحكم في البيئة كمان مرتبط للأسف بالعادات، وينطبق عليها برضه نفس المقارنة ما بين الإرادة والبيئة. العادات للأسف مرتبطة أكتر بالبيئة عن الإرادة، يعني نفس المكتب نفس السلوك، نفس السرير نفس السلوك. عشان كده الجملة البديهية إنك لو بتذاكر على السرير الموضوع هيقلب معاك براحة وقلة تركيز، وينتهي بيك المطاف وانت بتاكل رز ولبن مع الملائكة. والغريب ان الدراسات الحديثة بتقول ان اكتر ناس بتعرف تنتج هم مش اكتر ناس عندهم ارادة قوية، ولكن اكتر ناس بيئتهم مفيهاش مناطق اغراء للتركيز بتاعهم، هم بس بيبعدوا نفسهم عن الاغراء. فالبيئة بتحدد سلوكك، والمشتتات بتأثر عليك حتى لو مش بتستخدمها. وحقيقة لو سبت بيئتك عشوائية حياتك للأسف هتفضل عشوائية. طب ازاي نحول الكلام ده بقى لحاجة عملية؟ ازاي ننظم البيئة اللي حوالينا عشان تساعدنا نكون منتجين اكتر؟ 1. خلي الصح سهل جدا، يعني عايز تذاكر سيب الكتاب مفتوح على المكتب قبل ما تنام، عايز تتمرن حضر اللبس من قبلها بيوم. كل ما تقلل خطوات كل ما تزود احتمالية الفعل. 2. خلي الغلط صعب، حط التطبيق اللي بيضيع وقتك في مكان بعيد، حط موبايلك في أوضة تانية وقت المذاكرة. 3. اعمل مكان مخصص لكل حاجة، سرير يعني نوم، مكتب يعني مذاكرة. اشتغل قبل ما تتشتت، يعني مش لما تمسك الموبايل تقول هقفله، لا اقفله قبل ما تبدأ. 5. استخدم قاعدة فيزيبل انفيزيبل، الحاجة المفيدة قدامك والمضرة خليها مختفية. المهم تفهم إرادة حديدية قوية، انت بس محتاج بيئة أذكى. 4. واحدة من أهم الحاجات اللي لازم تتعلمها كويس في العشرينات هي النوم. لو نومك مش مظبوط أي محاولة لتحسين حياتك هتفشل. ممكن يكون عندك خطة، التزام، أهداف، لكن لو مش نايم كويس دماغك نفسه هيشتغل ضدك. والنوم مش راحة، النوم عملية بيولوجية لإعادة بناء دماغك. يعني ببساطة أنت بتتعلم وأنت صاحي وبتتطور وأنت نايم. النوم ده الفرق ما بين إنك تبذل مجهود وإن المجهود ده يجيله نتيجة. النوم بيأثر على جودة حفظك للمعلومات، لأن مرحلة التثبيت والفهم العميق أصلا بتتم وقت النوم. وفي تجربة اتنشرت عام 2010 عن تأثير الحرمان من النوم بينت إنه بيؤدي لضعف التركيز، وبتكون القرارات أسوأ، وبيكون في اندفاعية عالية في القرارات. فحتى الإرادة اللي أنا مش عايزها تبقى حديدية للأسف أما نومك يبوظ إرادتك بتضعف أكتر. النوم كمان مثبت علميا إنه بيأثر على مشاعرك، بيأثر على استقرارك النفسي. وللأسف أخطر حاجة في قلة النوم إنك مش بتلاحظ قلة النوم لحد ما تحصل الكارثة. وأخطر حاجة في قلة النوم إنك بتتعود عليها من غير ما تلاحظ أصلا إنك بتتدهور. فمن الآخر النوم مش رفاهية، النوم هو الأساس الصامت لأي نجاح حاصل. طيب لو عايز روتين نوم أمشي عليه بشكل علمي بسيط في خطوات بسيطة ما تنازلش عنها، روتين النوم المثالي هيكون كالآتي: هنام كل يوم من 7 ل9 ساعات عشان أحافظ على الأداء العقلي. هنام في نفس الميعاد كل يوم عشان أظبط الساعة البيولوجية. 3. أقفل الفون قبل النوم من 30 ل 60 دقيقة، وده مرتبط بشكل مباشر بجودة النوم. 4. أعمل روتين قبل النوم، دش دافي أو قراءة. 5. اوعى تعوض السهر عشان النوم القليل المتكرر للأسف بيقلل الأداء. 6. خلي دايما في بيئة نوم مناسبة، مكان هادي مظلم
بارد نسبيا، وافتكر ده أهم من أهم سر لأي إنتاجية. الحاجة رقم 5 اللي لازم تتعلمها في العشرينات إنك تبني علاقات قوية. نجاحك مش بيعتمد بس على أنت تعرف إيه، نجاحك بيعتمد كمان أنت تعرف مين. في العشرينات تحديدا الناس اللي حواليك، طريقة تفكيرهم، طموحهم، ده بيحدد كتير قوي من شكل حياتك بعد 5 أو 10 سنين عامل إزاي. المشكلة إن أغلب العلاقات بتحصل بشكل عشوائي، صدفة، صداقة، أو حد من قرايبك وخلاص. لكن علميا العلاقات مش رفاهية، العلاقات عامل مؤثر بيحدد جودة حياتك. والموضوع مش بالعدد تماما، الموضوع مين حواليك، بيأثروا عليك ازاي، بيساعدوك ولا بيشدوك لورا. سواء عجبك أو لأ، انت متوسط أقرب 5 أشخاص ليك. وفي أطول دراسة في التاريخ على السعادة نشرت في جامعة هارفارد، لقوا إن أقوى عامل للسعادة والصحة مش الفلوس ولا النجاح، لقوا إن أقوى عامل هو العلاقات القوية. دراسة أثبتت إن العلاقات أهم من أي عامل تاني في الحياة. فلو علاقاتك ضعيفة حياتك كلها هتتأثر، لأن الناس اللي حواليك بيأثروا عليك بشكل غير واعي. فالدراسات بتقول بشيء من المبالغة كأن اختيارك للناس يساوي اختيارك لمستقبلك. واللي الدراسات بتشير له إن العلاقات المفيدة مش شرط تكون علاقات قوية. فكرة إن شبكة العلاقات بس اللي حواليك بتفتح لك أبواب أنت مش عارفها في الحياة. فمهم في النقطة دي تعمل الآتي: اختار الدايرة بتاعتك بعناية عشان السلوك معدي. كتير لما يكون حواليك ناس طموحة ده بينعكس عليك من غير ما تحس. 2 استثمر في علاقات قليلة بس قوية، الجودة أهم من العدد. اتواصل بانتظام، اسأل واهتم. 3 وسع شبكة معارفك عشان الفرص بتيجي من العلاقات الواسعة. احضر ايفنتات، اتكلم مع ناس جديدة في المجالات اللي انت مهتم بيها. 4 خليك انت شخص مفيد. الناس بتميل دايما انها ترد الجميل، فانت ساعد، شارك معلومات، ادعم حد محتاج مساعدة. 5 ابعد عن العلاقات السامة، مش محتاج اقول فيها حاجة. 6 اسأل واتكلم. العلاقات بتتبني بالمبادرة، فاسأل وافتح مواضيع وما تنساش حد. مستقبلك مش بس نتيجة لمجهودك، مستقبلك نتيجة للناس اللي حواليك. النقطة اللي بعد كده اللي لازم تستثمر فيها جدا في عشريناتك هي الرياضة المنتظمة. الرياضة مش رفاهية، الرياضة إعادة برمجة لدماغك. أغلب الناس فاكرين إن التمرين عشان الشكل والصحة العامة بس، لكن الحقيقة العلمية إن التمرين بيأثر على دماغك يمكن أكتر من جسمك. يعني بالتمرين تذاكر أحسن، تركز أحسن، نفسيتك تتحسن، عشان أثر الأنشطة البدنية بيظهر بشكل مباشر في تحسين الذاكرة، تحسين كيمياء المخ، تقليل التوتر. وفي تجربة اتنشرت قريب سنة 2022 عن تأثير التمرين على المخ، لقوا إن التمرين بيزود مادة اسمها BDNF، بروتين مسؤول عن نمو الخلايا العصبية. غير إنه علميا دراسات مثبتة إنه بيحسن الأداء المعرفي، الانتباه وسرعة المعالجة والأداء الأكاديمي، وكمان بيقلل فرص الإصابة بالاكتئاب. فاتمرن 3 أيام في الأسبوع على الأقل، مش شرط وقت طويل. ركز إن دي تبقى عادة تستمر بيها طول حياتك، فلو نص ساعة مشي ممكن يكون كافي. معلومة لو ما تعرفهاش: التمرين قبل المذاكرة مفيد. ما تستناش حماس عشان تبدأ، ابدأ وهيجيلك حماس. ثبت وقت معين عشان تبني العادة. اختار حاجة بسيطة عشان تعرف تستمر عليها أطول فترة ممكنة. افتكر طول عشريناتك الرياضة مش بس عشان تبقى شكلك فت، الرياضة عشان تكون في أحسن صورة ذهنيا ونفسيا. كل ده استثمارات مهمة جدا، حرفيا هتشكل شكل حياتك في المستقبل. بس كله ممكن يضيع بسبب أخطر حاجة موجودة في العصر الحالي، وهي التشتيت. فالحاجة رقم 7 اللي لازم تتعلمها وتستثمر فيها هي التحكم في الدوبامين. ومشكلتك دايما مش إنك كسلان، مشكلتك إنك متعود على المتعة السهلة. ولما الدوبامين يكون موجود طول الوقت الحاجات الطبيعية بتكون أمل بكتير من العادي، مش لأنهم صعبين أو مملين لذاتهم، لكن لأن مخك اتعود على الحاجات الألذ والأسرع والأسهل. وللأسف الدوبامين مش هو هرمون السعادة، هو هرمون الدافع. يعني هو اللي بيحدد هتتحرك ولا لأ، هتلتزم ولا لأ، هتستحمل ولا لأ. فلو الدوبامين باظ الدافع نفسه كمان باظ. وللأسف الدراسات أثبتت كتير، وأكيد أنت سمعت عنها، إنه التعرض المستمر للدوبامين الرخيص بيقلل إحساسك بالمتعة بالحاجات التانية الحقيقية في الحياة. فكل ما تزود المتعة السريعة كل ما رغبتك في الحاجات المفيدة النافعة بيقل. فمشكلتك يا صديقي ممكن مع الوقت ما تكونش فيك، لكن في اللي بتعرضه لنفسك ولدماغك كل يوم. ودي أفضل طريقة تتحكم فيها في الدوبامين بتاعك. 1 قلل المتعة السريعة، يعني قلل السوشيال ميديا. 2 ابدأ يومك بدون موبايل. 3 اربط الدوبامين بالمجهود عشان دماغك يتعلم إن الجهد يساوي مكافأة.
4، من فترة لفترة اعمل حاجة اسمها دوبامين ريسيت، إعادة ضبط الدوبامين. يوم بدون سوشيال ميديا، شهر كامل سوشيال ميديا في وقت محدد. 5، خليك تتحمل الملل، يعني اعمل حاجات مملة عشان تعود نفسك انك تتحمل الملل. 6، كافئ نفسك بعد الإنجاز عشان ترجع تاني تربط المتعة والإحساس بالإنجاز بدوبامين حقيقي بدل الدوبامين الرخيص اللي بيجي لك من السوشيال ميديا. خليني أقول لك حقيقة بدون تجميل، أنت مش محتاج تبقى أذكى ولا تبقى عندك فرص أكتر ولا تكون كل بداياتك في التجارب بدايات مثالية. أنت محتاج حاجة واحدة، أنت محتاج تبني نظام يخليك تتحرك وتكسب ولو 1% بس كل يوم. كل اللي اتكلمنا عنه النهاردة من النوم، التركيز، البيئة، العلاقات وغيرها، دي أجزاء من نظام واحد لو اشتغلت حياتك فعلا هتتغير. ومش لازم تغير كل حاجة مرة واحدة، يكفي انك تبدأ وتحاول. وافتكر عاداتك اللي بتعملها النهاردة هي اللي هتحدد انت بكرة شكلك عامل ازاي. فبدل ما تسأل نفسك هتبدأ امتى، اسأل نفسك هل انت مستعد تعيش نفس حياتك كمان 5 سنين؟ لو الإجابة لأ، فمش محتاج تستنى لبكرة عشان تبدأ. انت مش بتبني عادات، انت بتبني الشخص اللي هيعيش بعد كده. لو وصلت لنهاية الحلقة فأتمنى تكون فادتك واستمتعت بيها. ما تنساش تشاركها مع صحابك، وافتكر الدل على الخير كفاعله. هتلاقي ملخص مكتوب للحلقة في مجتمعات عقلية من الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو. وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان توصلك حلقاتنا أول بأول. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، أتركك في رعاية الله وأمنه.